السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا أول حاجة بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة بداية الدوري العام إن شاء الله اللي هيبدأ بكرة، وهيكون دوري نتوقع اللي هو هيكون دوري جامد جدا، وهيبدأ بكل سخونة. طبعا أول مباراة ما بين بيراميدز ونادي وادي دجلة. وادي دجلة يا جماعة نادي يعني يعتبر كان من 7-8 سنين كان في الدوري الممتاز، وكان دوري أو نادي عنيد جدا، وكان بيعمل مباراه قوية جدا قدام الفرق الكبيرة. فهل فعلا يعني السنة دي هو جاي لنا بقوة، جاي هيلعب مباراة قوية عشان ما ينزلش تاني؟ لأن طبعا النزول تحت في الدوريات الأدنى بيبقى صعب أوي في اللعب والملاعب، ويعني كل شيء بيبقى صعب قوي في الدرجات الادنى من الدوري العام. طيب بيراميدز برضو يعني اللي بيتكلم يقول لك ده ما عملش صفقات، هو عمل 3 صفقات بس، اللي هو ايفرتون اللاعب البرازيلي، وجاد جاي من المصري، وزيكو جاي من زد. ال3 صفقات قويين وكويسين جدا جدا ولاعيبه كويسه، بس هل ايفرتون دوت هيعوض ابراهيم عادل؟ اعتقد اللي يعني صعب قوي اللي يعوض ابراهيم عادل، لان ابراهيم عادل من اللعيبه اللي يعني النوعيه بتاعته فريده شويه. لاعب مهاري، لاعب بيروح يجيب جون، سريع بيصنع جون، لا قوي جدا كمان. فلا لعيب صعب اللي انت تعوض لاعب زي دوت. فهل هنشوف بيراميدز هنحس مع بيراميدز بغياب ابراهيم عادل؟ يعني ممكن اقول لك لا، لان فعلا السكواد اللي موجود في بيراميدز سكواد جامد جدا جدا جدا، وعنده يمكن البديل بيبقى اقوى من اللعيب الموجود في الملعب. طب هنتوقع ايه مثلا في المباراه ان شاء الله باذن الله؟ المباراه اتوقع المباراه هتبقى يعني فوز نادي بيراميدز بكل المقاييس، هنقول كده، لاني يعني بالورقه والقلم بيراميدز اقوى، بالورقه والقلم بيراميدز يعني بطل افريقيا، بالورقه والقلم عنده سكواد جامد جدا. فانا اعتقد اللي فعلا وجود وادي دجله لاول مره هتخلي العمليه صعبه شويه، لكن انا اتوقع فوز بيراميدز باي نتيجه بقى، بس هو يعني انا اتوقع اللي هو يحصل على ال3 نقط. طيب المباراة التانية هتكون مباراة الزمالك وسيراميكا. طبعا سيراميكا عمل تدعيمات قوية، يعني السولية وعبد الفتاح وندفيد و دبيس، كل ده جاي من الاهلي طبعا، وهيكون برضو ليهم شأن طبعا مع سيراميكا بوجود طبعا مدرب قوي زي الكابتن علي ماهر، مع السكواد برضو بتاع سيراميكا سكواد قوي قوي يعني. فهنشوف مباراة قوية جدا. طيب الصفقات ال10 بتوع الزمالك هيلعبوا كلهم؟ اكيد لا، اكيد لا، لسه طبعا لعيبه لسه، واللاعب البرازيلي لسه يعني ما جاش بيتهيألي. فهنشوف ممكن تشوف 3-4 منهم ممكن، لكن انا مع احترامي لجمهور نادي الزمالك يعني اتمنى اللي فعلا نشوف. انا قلت في حلقه سابقه قبل كده اللي الزمالك مش هيحقق المطلوب منه اللي هو المركز الاول. ليه؟ انا قلت السكواد هيبقى مش اللي هو، صدقوني يا جماعه انا بقول كده، اللي انتم ما تعرفوش، اللي الناس كتير قوي كمان طلبت مني ايه انتمائك، وناس كتير قوي ليه انت بتقولش انتمائك. انا زملكاوي واتشرف ان انا اكون زملكاوي، بس يعني احنا بنقول حق. هل هتخذلني الصفقات اللي جت ديت والزمالك ياخد بطولة الدوري؟ انا في الحالة ديت انا بص يعني هنقول اللي احنا يعني كلامنا وتحليلنا كله ما كانش على ارض الواقع صح يعني. لكن احنا بنتمنى اللي احنا نشوف دوري قوي. انا زملكاوي زي ما انا قلت، لكن هتكلم بما يرضي الله. احنا هنا في القناة وهتشوفوها معانا باذن الله، نحلل المباريات عشان يعني نطلع افضل لعيبة كل اسبوع او كل يعني جولة ان شاء الله هنطلع افضل تشكيل في الجولة الاولى والثانية والثالثة، على كل جولة كده هنطلع افضل تشكيل، لعل وعسى حد يسمعنا يكون من المنتخب يعرف او يحط العين على اي لاعب من اللي احنا هنقول عليهم. لكن صدقوني مش عشان انا زملكاوي زي ما بقول كده هتجاهل مثلا حاجات هتحصل في المباريات، زي مثلا ممكن الزمالك يبقى عليه اخطاء ونعديها، نقول اصل ما كانش قاصد، اصل ما كانش، لا هنقول بما يرضي الله. الزمالك مثلا اتحسب عليه ضربة جزاء وهي مش ضربة جزاء، هنقول
الزمالك حسب له ضربه جزاء وهي مش ضربه جزاء هنقول. الزمالك مثلا كان اللاعب يستحق طرد وهنقعد نيجي نقول لا اصل مش عارف ايه والشده خفيفه والشده مش عارف ايه، لا هنقول بما يرضي الله، او ضربه خفيفه او ضربه، لا هنقول بما يرضي الله يستحق او ما يستحقش. نفس الموضوع يا جماعه هيبقى على الانديه كلها. احنا انتمائنا داخلي زملكاوي زي ما قلنا، لكن احنا يهمنا الكره المصريه كلها عامه عشان نشوف دوري قوي. فاحنا باذن الله هنحلل بما يرضي الله، اللي هتشوفه عينينا هنتكلم عليه. واللعيب اللي هو كان لو كان اهلاوي ولا اسماعيلاوي، انا بقول بقى انا انتمائي زملكاوي، لو لعب بقى مثلا اهلي بيراميدز هنقول الافضل، هنقول الاقوى، هنقول اللي ظهر اللعيب الفلاني واللعيب الفلاني واللعيب الفلاني من نادي كذا واللعيب الفلاني من نادي كذا. ولو الزمالك مشي حلو هنقول طبعا اكيد. فانا بتكلم بما يرضي الله، وان شاء الله هنشوف دوري قوي. طب توقعاتي ايه بقى الماتش سيراميكا والزمالك؟ انا اتوقع المباراه تعادل يعني، او ممكن يكون فوز الزمالك. هتقول لي يا ما انت كده بتبقى، انا بقول لك توقعاتي اللي برضو اتمنى اللي الزمالك يعني يظهر بصوره كويسه، مع لان من داخلي انا الموضوع صعب برضو. السكواد اللي موجود برضو يعني لما تيجي تعد فين لعيبه سوبر مش هتلاقي. الناس اللي هم جم دول الاجانب لسه ما نعرفهمش، والافارقه ما نعرفهمش. فنتمنى اللي ان شاء الله نشوف، وباذن الله زي ما بقول لكم كده هنتكلم على كل جولات الدوري، وهنطلع نحلل وهنقول افضل لعيبه في الجولات ان شاء الله. وباذن الله اكون معاكم باذن الله بكره بعد المباراه عشان نحلل كل ما هو في المباريات بتاعه الدوري ان شاء الله. الف شكر على حسن استماعكم.